السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لحظات بنحس إننا تايهين، مش شايفين الطريق ولا حتى حاسين بنفسنا. بنصلي بس مفيش طمأنينة، بنحاول ندعي بس مش عارفين نقول ايه. بنقرب وبعدين نحس إننا بعدنا تاني. بس الحقيقة ربنا عمره ما بيسيبنا ولا بيبعد عننا، حتى لو احنا اللي بعدنا. ربنا بيقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قوي أكتر مما تتخيل، كما قال الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ممكن تكون مش حاسس، بس هو جنبك، شايفك وسمعك وعارف التعب اللي مش قادر تحكيه لحد، حتى الكلام اللي مش قادر تقوله والدموع اللي مكتومة جواك. هو شايفها وحاسس بيها وسامعها قبل ما تنطقها. اوعى تفتكر ان لحظة التيه دي ضعف ايمان او انك ما تستحقش البر. ممكن تكون لحظة اختبار، تطهير واصطفاء. عارفة انك تعبان قوي، بس كل خطوة بتاخدها ناحيته ربنا بيقرب لك بيها اكتر بكتير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: انا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني هو بيقرب لك حتى وانت حاسس بالضياع وبالتوهة دي. هو جنبك وبيحبك ومستنيك. أنا هنا في لحظة طمأنينة عشان أفكرك وأفكر نفسي. ربنا مش سايبنا ولا بعيد عنا، حتى وإحنا في أسوأ لحظاتنا. خليك ماشي حتى لو ببطء، كفاية إنك لسه بتحاول وبتعافر. المهم نفضل نسعى ونرجع ونحاول تاني ونجاهد. لو الكلام ده طمنك ابعته لحد ممكن يكون تايه زيك، واستناني في لحظة طمأنينة جديدة. وشكرا ليك، صلي على اللي هيشفع لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.